زوجي من سنتين عرف واحده عن طريق النت. وارد قوي. ايوه، ومشي معاها وغلط معاها وانا ما اعرفش. ولو عرفت هتعملي ايه؟ استني بس، ولو عرفت هتعملي ايه؟ ما انا ما عرفتش وانا سكت. لا لحظه واحده، ولو عرفت ايه اللي هيجري يعني؟ ما انا ما عرفتش. لا يعني انت لو عرفتي هتكلف روحك وتموتي نفسك ويجيلك الضغط وجلدك هيزرق من انا الغم. بقى جالي الضغط. مش قلت لك؟ الله ينور عليك. المهم دلوقتي من حوالي سنه برجع من السعوديه، هي اصلا متطلقه. ماشي؟ فمن حوالي سنه اخوها لما رجع من السعوديه حاولت بقدر الامكان ان هي يخليها يتجوزها رسمي. طيب وماله؟ وفعلا اتجوزها رسمي. ما يتجوزها رسمي، امال هيتجوزها ايه؟ ايوه، بعد ما اتجوزها رسمي هو دلوقتي مش عايز يعاشرها. مش عايز يعاشرها؟ ايوه. وانت مالك؟ بيضحك عليك يا هبله، بقول لك كده عشان يطبطب عليك. بيضحك عليا؟ اه طبعا. ما هو دلوقتي في راجل يروح يقول لمراته على مراته التانية في حاجه يا استاذي؟ ايه؟ ايوه. ايه؟ الو. عندنا فاصل ضروري دلوقتي، خليكي معانا من فضلك يا ام احمد، فاصل قصير جدا ثم نلتقي. فانت مشكلتها بتكرر في كل بيت وفي كل مكان، ومشكله الشات مشكله ما هياش، لا انا لا بضخم منها قوي ولا بتفه منها قوي، ولكن انا بس حريص على ان انا اقول مبادئ. ام احمد اتفضلي حضرتك كملي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي حضرتك كملي. انا هفكرك ان احنا وقفنا عند ان هو قال لحضرتك انا مش عايز اجي جارها خالص يا ام احمد. انا دلوقتي المشكله مش فيا ولا في المشكله دلوقتي ان اخوها لما رجع من السعوديه هدده وضربه وقال له لو انت ما جوزتهاش رسمي هعمل واعمل في بنتك. فهو دلوقتي فعلا اتجوزها رسمي بقاله 6 شهور. ماشي. طب دلوقتي هو اخوها هدده بوصولات امانه، خلاه يكتب ضغطا عليه لان هو شخصيه ضعيفه، وكتب عليه وصولات امانه كبيره جدا، وفعلا عملت قرض من بنك واختلفت فلوس كتير وعملت كل الاجراءات ان يبقى معانا المبلغ دوت. انا دلوقتي مشكلتي في جوزي واقع بين امرين. انا بقول له طلقها غيابي ونخلص من القصه دي عشان هو يستريح. هو مش راضي وخايف، وفي نفس الوقت الفلوس معايا واخوها كل شويه يهددوا هرمي ميه نار على بنتك، هعمل واسوي، هفضحك في المنطقه بتاعتك، ومش عايز يدفع لي الفلوس. يبقى نعمل ايه؟ انا مش عارفه. خلاص خايف على اولادي. انا عايزك تخلصي خالص. طب انا دلوقتي اهرب بيه اخد ولادي واعرف في مكان بعيد واسيبه يحتاس هو ووالدته واهله؟ على رايك افضل قاعده مقيمه معاه وانا اعصابي تعبت ومش عارفه راسي. ده عشره عمرك. هسالك بس كام سؤال صغننين. اتفضل. انت كنت معاه لما اتضرب؟ وشفته بعينيا لما مراته نفسها اللي هي دلوقتي بقت مراته ضربته. يعني انت ماشيه معاه كده لما اخوها ضربه؟ ايوه، لان هو قال له لا انا مش هسيب مراتي. لحظه واحده ورحت معاه. استني. انا معاك. استني. وانت متاكده ان ده اخوها ولا الثلاثه تبع الشات؟ والله بقى انا متهيألي ان هو اخوها. متهيألك؟ متهيألي الله اعلم بالحقيقه. احنا مش هنعيش على تهيؤات. استني بس. انا هديكي خلاصه. ايه هي الخلاصه؟ لا تروحي معاه ولا يعرضك لمواقف مش مظبوطه، ويا رب يكون سامعني، وهقول له لو الدين لسه جواك فخليك واضح مع الست دي. انت مخلفه منه 3. بتقولي اخد ولادي اهو، انا عارف. سامع. ما تكيش الا ال3 دول وبيتك. اعمل ايه؟ وهو انا اقول لك تعملي ايه؟ انا اقول لك لا، ولا تسيبي البيت ولا تسيبي ولادك وبيتك. هو اللي يلف زي النحله، زي ما كان مسافر على السعوديه هو يروح بقى للي متهيألك انه اخوها، لان ممكن الكلام ده كله يكون تمثيليه عشان اقناعك بانك توافقي على الجوازه ويفضل البيت مفتوح اللي فيه ال3 اللي هم روحي. خايف ان احسن عنده بنت عروسه يا فندم، تعرف ان ابوها اتجوز عليها ما يجيلاش عريس، ما هو نفسه جبان. لحظه واحده، انا معاك. انت بتقول دلوقتي مش هو اتجوزها رسمي بعد التهديد؟ هو اتجوزها رسمي ومحدش يعرف غير انا وبس. استني بس، يعني معناها ان هو اتجوزها رسمي عشان كتب وصل امانه؟ عشان كده بوصل امانه بمبلغ كبير. كام؟ بحوالي 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. كنت انت برضو معاه وبيمضي؟ قلت له 50,000 جنيه. استني بس، كنت انت معاه